الحرف الذي بعده قوله رحمه الله: والميم من مخمصة ومن مرض. والميم من مخمصة ومن مرض. نعم، الميم هنا أيضا منصوبة لأنها معطوفة على قوله رققا، يعني رققا الميم من مخمصة. لاحظوا بارك الله فيكم، والكلمة أمامكم على الشاشة، كلمة مخمصة فيها ميمان. الميم الأولى جاورت الخاء، وأما الميم الثانية فقد اكتنفها، عن يمينها الخاء وهي مفخمة، وعن يسارها الصاد وهي مفخمة، فكلتا الميمين عرضة للتفخيم، وخاصة الثانية. فقد يقول القائل في مخمصة، فمن اضطر في مخمصة، فلا يصح أن تفخم هذه الميم، بل علينا، أو هاتان الميمان بالأحرى، علينا أن نرققهما. ما مخمصة، يعني القارئ ينطق ميم مرققة، خاء مفخمة، ميم مرققة، صاد مفخمة. الأمر فيه تناوب وبحاجة إلى يعني تمرين وتدريب، لكنه بعد التدريب يأتي صحيحا هكذا: في مخمصة، في مخمصة، وليس مخمصة. أيضا كلمة مرض، هذه أيضا يكثر فيها الخطأ كما نبه عليها الجزري رحمه الله. مثلا في قلوبهم مرض، مرض، الميم مرققة والراء والضاد مفخمتان، فلا يصح أن يقول القائل مرض فيفخم الميم تبعا للراء والضاد بعدها. عليه أن يرقق الميم وأن يفخم الراء والضاد.